هنعمل النهاردة فراخ مشوية بالفرن في منتهى الجمال، احلى من بره بكتير، بتتبيلة خطيرة ومكوناتها بسيطة، والفراخ هتطلع بطعم اكتر من رائع ومستوية كويس جدا. وهنعمل معاها برضو الرز البسمتي، هنعرف مع بعض الطريقة الصح للرز البسمتي، وهنعمله ببهارات هتديله مذاق عالي جدا واحلى اكيد من بره بكتير. يلا بينا بقى نبدأ، بس ما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو، والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل وصفاتنا. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. معايا فرخة، الفرخة دي كان وزنها تقريبا قبل الذبح 2 كيلو، يعني هي عاملة بعد الذبح حوالي كيلو 600 او كيلو 700. قسمتها كده نصين بالطول وغسلتها كويس بالملح والليمون، يعني بغسلها كويس بالملح وبعصر عليها ليمون وبسيبها بقى كده في الليمون، وبعد شوية اغسلها بالمية. وبالسكينة كده عملت فيها فتحات كده عشان التتبيلة تخش جوه، والفرخة تبقى متشربة كويس من التتبيلة وطعمها يكون احلى. وفي الصدر برضو عملت فتحات كده، وفي الدبوس برضو كده من ورا، تمام كده. وفي بولة بقى معايا ربع كوباية مية بصل، انا جبت بصلتين كده حلوين فرمتهم في الكبة وصفيتهم من المية وخدت المية بتاعتهم، يعني تبشروا البصل او تفرموه وتاخدوا المية بتاعته. ومعايا كمان مقدار ربع كوباية خل او اقل شوية، ومعايا كمان ليمونتين انا بشرتهم الاول، خدت البشر بتاعهم، بيكون في زيوت طياره وبيبقى طعم الليمون فيه مركز اكتر فبيدي معانا مذاق حلو. عصرت بقى الليمونتين وحطيت بعد كده بقى بشر الليمون اللي انا بشرته، ومعايا معلقه كبيره من معجون الطماطم، والبهارات بتاعتنا بقى معايا معلقه كبيره او معلقه وربع من الملح، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره 7 بهارات، نص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره كركم وكاري. وقلبت كل ده مع بعضه كويس. وفي الاخر بقى حطيت مقدار كده ربع كوبايه زيت، وقلبت كل ده مع بعضه كويس. وبس كده، هي دي التتبيله بتاعتنا، تتبيله تحفه وهتدي للفراخ تيست عالي جدا. صبيت بقى التتبيله على الفراخ ودعكت كده الفراخ بالتتبيله كويس ودخلتها جوه الفتحات، ونسيب بقى الفراخ في التتبيله دي يعني اطول فتره ممكنه. انا سبتها ليله كامله، يعني سبتها من بالليل، فيا ريت تسيبوها من بالليل او تسيبوها بقى يعني 5 ساعات 6 ساعات، يعني حاولوا تسيبوها فتره كويسه بحيث الفراخ تشرب كويس من التتبيله فيبقى طعمها حلو، وكمان الفراخ تبقى انسجتها تطرى فتستوي معانا احسن في الفرن. فحاولوا تقعدوها حبه حلوين في التتبيله دي. هغطي بقى الطبق بتاعي وهدخلها بقى التلاجة وهسيبها بقى تتبل براحتها. انا سبتها من بالليل، سبتها حوالي 18 ساعه تقريبا يعني. وبعد كده جبت صينيه تكون مناسبه وحطيت فيها الفراخ بالشكل ده، وطبعا ممكن ندخلها زي ما هي كده الفرن، نغطيها وندخلها من غير اي اضافات، لان طبعا الفراخ لسه بتنزل ميتها والدهون بتاعتها، والتتبيله برضو فيها ميه. لكن انا حابه اضيف كده شويه من ميه التتبيله، حبه صغيرين قوي يعني، بحيث عايزه شويه صوص كده كمان مع الفراخ بيبقى طعمها تحفه، يعني الصوص بتاع الفراخ بيبقى طعمه رائع. وجبت بقى ورق زبده وعليها ورقه فويل، ولو الصينيه بتاعتنا لها غطا مناسب نغطيها بيه، ونكون مسخنين الفرن كويس جدا على اعلى درجة حرارة، وندخل الصينية على الشبكة في النص ونسيبها على العالي لمدة ربع ساعة، وبعد كده نهدي الفرن خالص ونسيبها بقى تستوي براحتها. هتاخد حوالي ساعة ساعة وربع، انا قعدتها بالظبط في الفرن ساعة وربع. وهنشوف دلوقتي بعد ما تستوي هنعمل فيها ايه. وعبال ما تستوي بقى انا هعمل رز بسمتي. معايا رز بسمتي طويل الحبة، ده نص كيلو رز، يعني حوالي كوبايتين ونص او اكتر شوية. غسلته ونقعته في المية شوية حوالي تلت ساعة، يعني نسيبه تلت ساعة او نص ساعة، مية عادية من الحنفية مش سخنة ولا حاجة. الرز البسمتي بياخد ضعف الكمية مية، يعني كوباية الرز تاخد كوبايتين مية او مرقة. طبعا هو الرز البسمتي احلى بالمرقة بالشوربة، بس انا ما عنديش شوربة فهحط مكعبين مرقة. انا معايا كوبايتين ونص رز فهحط 5 كوبايات من الميه او الشوربه لو فيه. الرز البسمتي ليه طريقتين، ان انا اشوح الرز مع البهارات كده شويه زيت الاول، وبعد كده احط مقدار الميه بتاعتي، او احط الميه وفيها البهارات تغلي كويس وبعد كده احط فيها الرز. ودي الطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده، وهيطلع الرز تحفه ومفلفل وطعمه مفيش احلى من كده. وحطيت بقى نص معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره كمون،
معلقة صغيرة 7 بهارات، ورشة فلفل اسود، وحطيت مكعبين من المرقة، ونص معلقة كبيرة من الملح. ظبطت لي الطعم مع مكعبين المرق. انا ما ضفتش زيت ولا حاجة، لو حابين تضيفوا شوية زيت تمام، لو مش حابين برضو تمام، هيطلع حلو ومفلفل جدا، حتى لو قعد تاني يوم بيبقى حلو قوي. بعد المية ما غلت بقى حطيت الرز وقلبته بقى كده، وهسيبه بقى يتشرب، وبعد كده ههدي النار خالص وغطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية. ودي الفراخ اهي بعد ما استوت بعد ساعة وربع، وده الصوص اهو اللي نزل منها. عايزه اقول لكم الصوص طعمه تحفه. ممكن تطبخوا عليه صينيه خضار، انا عملت عليه صينيه خضار مشكل. ممكن برضو تحطوا شرايح بطاطس تحت الفراخ قبل ما تدخلوها الفرن زي ما انتوا عايزين. ونقلت بقى الفراخ في صينيه تانية، وهدخلها تحت الشوايه لغايه ما تاخد لون من الناحيتين، وهتطلع بقى كانكم جايبين فراخ مشويه من احلى المحلات واجمل كمان. وده الرز بقى بعد ما استوى مفلفل وجميل ومستوي كويس وطري، وطعمه بقى فوق الخيال يجنن. حطيت بقى الرز في الطبق وعليه الفراخ بعد ما طلعتها من تحت الشواية، وده الصوص او الدهون اللي نزلت منها وانا بشويها تحت الشواية، دهنتها كده بيه عشان يديها لمعة. مش قادرة اقول لكم على الطعم، كان قد ايه الطعم عالي، والتست بتاعها تحفة ومستوية كويس جدا، يعني بجد بهرت كل اللي كلوها زي بتاعت بره، واحلى احلى كتير كمان. والرز كمان كان طعمه تحفة، البهارات اللي احنا حطيناها اديته طعم، نقلته في حتة تانية، ومستوية كويس جدا، يعني شايفين مستوية كويس قوي، والتتبيلة متركزة فيها قوي، بجد كانت في منتهى الجمال. اتمنى انكم تجربوها، متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش تكتبوا لي رايكم، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده. نتقابل على خير، مع السلامه.